خلصت المجموعات في القارة الأفريقية، دوري أبطال وكونفدرالية. مواجهات نارية هتكون في دور الثمانية، مواجهات صعبة. فرق قوية صعدت في دوري الأبطال وفرق قوية صعدت في الكونفدرالية. تعالوا نتعرف على الترتيب النهائي للمجموعات في البطولتين واحتمالية مين يلاعب مين. اكسبلورك الجميل، يلا بينا. في دوري الأبطال المجموعة الأولى الهلال السوداني بيعمل نتائج جيدة في البداية ويجمع 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة الأولى. مولودية الجزائر وأداء وصعود ناري ب9 نقاط في المركز الثاني. يانج أفريكانز يضيع الصعود على نقطة، ومازيمبي التاريخي ياخد 5 نقاط وياخد يانج أفريكانز معاه. مولودية الجزائر عمل مباراة أمام يانج أفريكانز تاريخية، دفاع كبير آخر مباراة في المجموعات. يبقى هلال أول، مولودية الجزائر تاني. المجموعة بي الجيش الملكي المغربي وأداء رائع جدا وتجميع 10 نقاط في البطولة. صن داونز يصعد كمركز تاني ب9 نقاط، والرجاء للأسف بيخرج من البطولة ب8 نقاط، ومن يوم ب3 نقاط. جيش ملكي أول، صن داونز تاني. أورلاندو بايرتس في المجموعة الثالثة بيتصدر المجموعة بعد فوزه على الأهلي في القاهرة ب14 نقطة بالتمام والكمال. الأهلي في المركز الثاني ب10 نقاط. شباب بلوزداد 9 نقاط يودع على نقطة. استاد أبيجان كان حصالة هذه المجموعة. المجموعة الرابعة الترجي في المركز الأول 13 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني أيضا بنفس الرصيد 13 نقطة، ولكن أفضلية الترجي في المواجهات المباشرة مع بيراميدز. سجرادة في المركز الثالث 5 نقاط، ودي جوليبا في المركز الأخير بنقطتين. ترجي أول، بيراميدز تاني. المتأهلين كمركز أول ترجي، أورلاندو، هلال، جيش ملكي. الأربعة اللي فوق هيلعبوا الأربعة اللي تحت: الأهلي، مولودية الجزائر، صن داونز، بيراميدز، بنفس الترتيب. يعني الاهلي مثلا ممكن يلعب ترجي او هلال او جيش ملكي، مش هيلعب اورلاندو عشان كان معاه في المجموعه. نفس الكلام مولوديه الجزائر هيلعب احد الفرق اللي فوق، ولكن باستثناء الفرق اللي كانت معاه في المجموعه. نفس نظام سان داونز، نفس النظام بيراميدز. اعتقد من وجهه نظري وكالعاده الاهلي قد يواجه الهلال. ممكن تكتبوا لي في الكومنتات توقعاتكم ايه لمواجهات دور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا. مين هيلاعب مين؟ ترجي، اورلاندو، هلال، جيش ملكي هيلعبوا الاهلي، مولودية الجزائر، صن داونز، وبيراميدز. مواجهات هتبقى مواجهات قوية جدا جدا. اورلاندو الحصان الاسود لهذه البطولة، وبيراميدز مرشح بقوة للذهاب بعيدا بالسكواد اللي معاه الحقيقة. نروح للبطولة الثانية والكونفدرالية وترتيب المجموعات. سيمبا التنزاني يتصدر المجموعة الأولى ب13 نقطة. الرياض القسطنطيني في المباراة الأخيرة، المواجهة الأخيرة، ينزل للمركز الثاني ب12 نقطة. وصفاقس بيودع ب3 نقاط بيجيبها في آخر مباراة. وأونزي برافوش يودع البطولة أيضا ب7 نقاط. سيمبا أول، الرياض القسطنطيني مركز ثاني. نهضة بركان 16 نقطة، أداء رائع جدا لنهضة بركان في هذه النسخة. تيلنبوش أحد الأحصنة السوداء في هذه البطولة في المركز الثاني ب9 نقاط. لواندا سول 5 نقاط، والملعب المالي 4 نقاط بيودعوا. نهضة بركان أول، ستيلنبوش في المركز الثاني ب9 نقاط. المجموعة الثالثة اتحاد العاصمة الجزائري في المركز الأول 14 نقطة. أسيك ميموزا بأفضلية بيصعد كمركز ثاني ب8 نقاط. جراف يودع، وأورابا أيضا يودع. المجموعة الأخيرة الزمالك المصري العظيم يتصدر المجموعة الأخيرة ب14 نقطة، والمصري البورسعيدي المصري أيضا في المركز الثاني ب9 نقاط. إنيمبا 5 نقاط، وبلاك بولز ب4 نقاط. زمالك أول والمصري تاني. أوائل المجموعات: زمالك، نهضة بركان، سيمبا، اتحاد العاصمة. ستلنبوش والمصري، شباب قسطنطينة، أسيك ميموزا في المركز الثاني. يبقى الزمالك محتمل يواجه ستلنبوش، شباب قسطنطينة، أسيك ميموزا. مواجهات قوية. ستلنبوش فريق جنوب أفريقي قوي يسير على خطى صن داونز في بداياته واتكلمنا عليه قبل كده. شباب قسطنطينة عامل أداء أكثر من رائع. أسيك ميموزا فريق مش سهل، فريق لا يستهان بيه. مواجهات هتبقى قوية جدا. وجهة نظري دايما الزمالك بيروح له الأصعب، دايما الزمالك بيروح له الأسوأ، الخيار الأسوأ. فأعتقد الزمالك قد يواجه شباب قسطنطينة، وجهة نظري. ولو ما راحتش القسطنطينة هتروح لستلنبوش، لأنه فريق رخم برضه على ملعبه. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. هتبقى مواجهات قوية جدا جدا. القرعة هتتعمل غالبا في شهر 2. خلينا نشوف الأمور هتمشي ازاي في البطولات الأفريقية، سواء دوري الابطال او الكونفدراليه. ممكن تكتبوا لي ايضا توقعاتكم ايه لمباريات كاس الكونفدراليه. مستني كومنتاتكم زي ما احنا متعودين هنا على التيك توك.
خلينا نشوف الامور هتمشي ازاي باذن الله. بصوا بقى، انا غطيت الفرق كلها. ان شاء الله في اخر البطوله هيبقى الزمالك شايل اللقب ده من الاخر عشان الامور تبقى واضحه، وان شاء الله الزمالك هيبقى بطل الكونفدراليه للمره الثالثه في تاريخه وللمره الثانيه على التوالي. انا غطيت كل الفرق مع احترامي للكل.